البطاطا مش بتتعمل مسلوقة أو مشوية وبس، في شوية إضافات لو أضفناها على البطاطا وهي مسلوقة أو مشوية هتديها طعم تحفة. وممكن كمان تقلب البطاطا لوصفة ملوكي كده وشيك. في الفيديو ده هوريكم طريقة للبطاطا بالبشاميل هتعجبكم قوي إن شاء الله. ولو جربتوا الطريقة دي هتعتمدوها ومش هتاكلوا البطاطا بعد كده إلا بالطريقة دي. أول حاجة هنقول على المقادير وبعد كده نبدأ في تحضير الوصفة. هحتاج لحوالي كده 4 بطاطات كبار يكونوا مشويين أو مسلوقين ونكون هرسنهم. وهنحتاج لمكسرات أي نوع مكسرات عندنا، ومكعب كبير من الزبدة، ومعلقة صغيرة من الفانيليا السائلة، ومعلقة ونص كده من الدقيق، وكوباية ونص من الحليب، و3 معالق كبار من السكر، و3 معالق كبار كده من الشوكليت شيبس، الشوكليت شيبس البيضة. أول حاجة هنروح على البوتاجاز كده في طاسة أو في حلة، هنضيف مكعب الزبدة وهضيف عليهم معلقة ونص كده من الدقيق. المعلقة ونص انا مستعملة معلقة كبيرة مليانة هرمية على الاخر، وحوالي معلقة كده برضو كبيرة بس مش مليانة على الاخر، يعني مقدار معلقة ونص. هبدأ ان انا يعني احمر الدقيق، مش هحمره اديله لون، بس ريحة الدقيق تظهر معايا ويبدأ ياخد الشكل اللي انتوا شايفينه ده، البابلز الصغيرة كتير وريحة الدقيق تظهر. هبدأ بعد كده انزل عليهم بالحليب. انا اضفت للحليب السكر والفانيليا ودوبتهم كويس، بعد كده نزلت بالحليب. للناس اللي مش متمكنة بقى في عمل البشاميل هتنزل بقى يعني خيط رفيع كده من الحليب وتقلب لغاية لما القوام يبقى سميك معاها وتخففه. لو انتي بقى متمكنة فهتنزلي بالحليب مرة واحدة وتقلبي كويس لغاية لما يسمك معاكي ويبقى سميك كده ويعمل بابلز. انا فضلت اقلب فيه لغايه لما بقى قوامه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده طفيت النار وبدات ان انا اضيف عليهم الشوكليت شيبس. الشوكليت ما نضيفهاش وهي على النار علشان بس ما تخرصش معانا او تكتل كده وتنشف، هي هتدوب في سخونيه البشاميل. بعد كده هنجيب اي طاجن عندنا. انا هنا هعمل طبقتين من البطاطا وطبقتين من البشاميل. تقدري تجيبي صينيه تكون كبيره وتمشي وتحطي فيها كميه البطاطا كلها على طبقه خفيفه كده، وتضيفي كل بقى البشاميل من فوق، تبقى طبقه بطاطا من تحت والطبقه تانية بشاميل. انا هنا خدت نص كميه البطاطا وهاخد برضو نص كميه البشاميل. بعد ما فردت طبقه كده من البطاطا هضيف عليها نص الكميه بتاعه البشاميل. بعد كده هاخد بقى النص التاني من البطاطا وهوزعه فوق البشاميل. كمية البطاطا اللي كانت معايا ما كانتش مكفية، فاضطريت ان انا اقشر بطاطا تاني واكمل بقى باقي الطاجن اللي معايا. بعد كده هنجيب بقى المكسرات عندنا بتاعتنا. اي نوع مكسرات عندنا مش شرط يعني اللي في الفيديو. انا مستعملة هنا جوز هند وزبيب ومكسرات كده، يعني مكسراها قطع صغيرة. نقدر برضو خطوة المكسرات دي نضيفها في البطاطا كلها وقبل ما نقسمها يعني، او نضيفها في الطاجن ونقسمها زي ما انا عملت. انا حبيت اضيفها فوق كده قبل البشاميل. بعد كده هضيف بقى باقي كمية البشاميل وهوزعها كويس، وهكون مولعة الفرن من الشواية من فوق بس. وهدخل الطاجن على الشواية او على الشبكة، وهولع الشواية بمجرد بس انها تاخد لون هطلعها. ما خدتش بالظبط كده معايا يعني دقيقتين 3 بس، خدت وش كده طلعتها. نقدر بقى نقدمها على شكلها كده او نزينها باي نوع مكسرات عندنا. انا حطيت بندق وشوية كده من جوز الهند، وناكلها بقى باردة سخنة. بصراحة هي تحفة في كلتا الحالتين. جربوا الطريقة دي وانا واثقة انها تعجبكم جدا. وصحة وهنا مقدما لكل اللي هيجرب الوصفة. وباي باي.